يا متابعين اكسلانس افلام يا ابطال، جهزوا الفشار بتاعكم واستعدوا علشان ندخل جوه فيلم ملوش مثيل. فيلم بيحكي قصة صراع وبقاء وتضحية علشان قطعة الماس ضخمة ممكن تغير حياة بطلنا او تنهيها. حكايتنا بتبدأ مع صياد اسمه سليمان ده مش اي حد، ده اب عنده عيلة صغيرة، في عيلته في مراته وولدين صغيرين وكمان ابنه الكبير اللي نفسه يطلع دكتور. هو مش عايز ابنه يفضل صياد زيه كده، بس المشكلة ان سليمان ده غلبان قوي. في يوم وهو راجع بابنه من المدرسة بعد ما خلصت بيقول لابنه: يا ابني انا معرفتش اتعلم بسبب الفقر، بس انا لازم اخليك دكتور. وهما بيتكلموا كده سليمان بيبص وبيشوف مجموعه ارهابيه بتقرب علشان تهجم على القريه بتاعتهم. يا نهار ابيض، سليمان بيجري بالولد ناحيه القريه وبيوصل بيته بسرعه. بيقول لمراته والولدين التانيين: لازم نسيب البيت ده فورا ونهرب عشان الارهابيين جايين يهجموا علينا. بيقوم يكسر البيت من ورا ويخلي مراته وولاده يطلعوا من الطريق الخلفي، وبصعوبه قدر سليمان يهرب مراته وولاده وينجح في ده. بس هو للاسف اتمسك في ايد الارهابيين دول. المجموعه دي كانت ماسكه ناس تانية كتير وكمان قتلت غيرهم. الارهابيين دول كان فيهم اطفال كمان، وكلهم كانوا بيكرهوا الحكومه. اي حد كان بيدعم الحكومه الارهابيين دول كانوا بيقتلوه فورا. القائد بتاع المجموعه الارهابيه دي كان بيقطع ايد الناس عشان ما يقدروش يروحوا يصوتوا في الانتخابات. ولما جه الدور على سليمان والارهابي خلاص كان هيقطع ايده، القائد بتاعهم وقفه. القائد شاف ان سليمان قوي وجسمه جامد، عشان كده خدوه حطوه في عربيه ودوه المكان فيه عمال كتير شغالين بيدوروا على الالماس الخام في نهر. الجماعه دول كانوا بيعذبوا العمال بطريقه بشعه، وسليمان بقى واحد منهم وبقى شغال معاهم في البحث عن الالماس. اصلا المجموعه الارهابيه دي بتاجر في الالماس الخام ده وبيستبدلوه باسلحه علشان الجيش بتاعهم يفضل قوي ويقدر يحارب الحكومه. هنا العمال اللي اتمسكوا من القرى كانوا شغالين في النهر علشان يلاقوا الالماس الخام، والارهابيين كانوا واقفين عليهم بالسلاح عشان محدش يسرق اي حاجه. القائد بيصرخ في العمال وبيقول: اللي هيفكر يسرق الماسه هيتقتل. سليمان كان شغال معاهم بيدور على الالماس، وفجاه بنشوف عامل لقي قطعه الماس صغيره. العامل ده الطمع سيطر عليه، فبدل ما يدي الالماسه للقائد خباها في بقه. بس قائد الارهابيين شافه وهو بيعمل كده. القائد نده عليه وطلب منه الالماسه. العامل طلع قطعه الالماس من بقه واداها للقائد، بس يا خساره القائد اول ما خد الالماسه ضرب العامل بالنار وقتله فورا. العمال كلهم كانوا مرعوبين وسليمان كان شايف كل ده بعينه. المشهد اتغير فجاه وبنشوف بطل حكايتنا تاني داني وهو جايب هليكوبتر لمجموعه الارهابيين دول. داني سالهم عن الكابتن زيرو. الجماعه دول وجهوا السلاح ناحيته وخدوا لقائدهم. القائد ادى داني شويه الماس وطلب منه اسلحه في المقابل. داني رد وقال: تمام، الاسلحه هتوصلكم. يا جماعه داني ده مهرب بيديهم اسلحه وبياخد قصادها الماس. داني ده بقاله سنين شغال في تهريب الالماس ده وبقى محترف جدا في الشغلانه دي. هو كل مره بيعرف يضحك على البوليس ويعدي الحدود. المره دي داني خد معاه شويه معيز وخبى الالماس في جلد واحده من المعيز، وهو بيعدي الحدود البوليس مسكه. داني كان فاكر انه زي كل مره هيعرف يضحك عليهم ويهرب، لكن المره دي حظه ما ساعدوش. البوليس فتش المعيز ولقوا الالماس وتم القبض على داني، وراح داني على السجن. في نفس الوقت ده بنشوف منجم الالماس الخام والعمال كلهم شغالين بيدوروا على الالماس وسليمان معاهم. وفجاه بيلاقي في ايده الماسه ضخمه جدا. سليمان عينه فضلت مبرقه من حجم الالماسه، كانت كبيره قوي. سليمان بدا يفكر قد الالماسه دي لقائد العصابه ولا لا، لانه شاف ان القائد قتل عامل عشان الماسه صغيره. الخوف خلاه يفكر انه يديها للقائد، بس فجاه غير رايه وقال لنفسه: الالماسه دي ممكن تخليني غني. لحسن حظه الموتور اللي كان بيضخ ميه ضرب فجاه وبوظ الدنيا وطلعت منه ميه بضغط، وده خلى انتباه كل الناس يتشد ناحيه الموتور. سليمان استغل الفرصه دي بذكاء وخبى قطعه الالماس الضخمه دي بين صوابع رجليه. سليمان فهم ان لو الالماسه دي ما اتخبتش بسرعه هتتمسك معاه وهيتقتل بتهمه السرقه. سليمان راح للارهابي بحجه انه عايز يدخل الحمام. الارهابي وافق، بس وهو لسه هيمشي القائد بتاعهم قرب منه وبدا يفتش سليمان بنفسه. سليمان حس انه خلاص اتمسك، بس القائد فتشه بدقه جامده وبرضه ما لقاش اي حاجه معاه عشان سليمان كان مخبي الالماسه في مكان امن جدا. قائد العصابه ساب سليمان يمشي. سليمان بعد عنهم خالص وراح قاعد ورا شجره ولسه هيطلع الالماسه علشان يدفنها في حفره. فجاه ظهر قائد المجموعه من وراه وصوب المسدس عليه. القائد قال له: اديني الالماسه دي فورا وإياك تكون ذكي والا هتموت. سليمان كان هيسلم الالماسه فعلا، بس في اللحظه دي تحديدا جيش البلد هجم عليهم، والقائد اللي كان طالب الالماسه اتصاب اصابه جامده. سليمان بسرعه خبى الالماسه في حفره وطلع يجري، بس العساكر مسكوه وافتكروه ارهابي وحطوه في السجن. ده نفس السجن اللي كان فيه داني كمان كان موجود هناك. الحراس جابوا راجل مصاب على نقاله، والراجل ده ما كانش حد غير قائد الارهابيين اللي شاف الالماسه الضخمه مع سليمان. اول ما شاف سليمان بدا يصرخ ويقول: رجع لي الالماسه اللي سرقتها مني. قائد المجموعه قال للسجناء اللي حوالين سليمان: الراجل ده معاه الماسه كبيره جدا، عمري ما شفت زيها في حياتي، اللي هيطلع لي الالماسه دي منه هديله 10,000 دولار. لما سمعوا كلمه فلوس السجناء كلهم بصوا لسليمان. داني كان شايف كل ده وسليمان عارف انهم مش هيسيبوه في حاله، عشان كده سليمان اتعصب وبدا يزعق
زعق لقائد الارهابيين وقال له مفيش معايا اي الماس. قلع هدومه وقال فتشوني وشوفوا فين الالماسه. بالطريقه دي سليمان عرف يضحك على كل السجناء، بس داني ما اتضحكش عليه. داني فهم ان سليمان فعلا معاه الماسه ضخمه. عدت ايام كتير في السجن، وبعد ما داني خلص مده عقوبته وطلع من السجن راح قابل صاحبه وقال له في واحد في السجن اسمه سليمان معاه قطعه الماس ضخمه جدا، لازم نطلعه من السجن علشان نعرف منه مكان الالماسه. صاحب داني قال له محتاجين فلوس علشان نعرف نطلعه. داني قال له ما تشغلش بالك بالفلوس، انا هتصرف. داني قعد في فندق كام يوم، وبنشوف انه خلع سنه صناعيه كانت في بقه وطلع منها الماسه. باع الالماسه دي في السوق وادى شويه فلوس لصاحبه علشان يطلع سليمان من السجن. الحقيقه ان داني ما كانش عنده اي تعاطف مع سليمان، كل اللي كان عايزه هو انه ياخد الالماسه دي منه. بعد كام يوم سليمان خرج من السجن. اول ما طلع صاحبه قابله واداله شويه فلوس ورقم تليفون داني وقال له يتواصل مع داني، بس سليمان ما عملش كده خالص، ساب داني وبدا يدور على عيلته. الناحيه التانيه داني راح بار وقابل بنت اسمها مادي. داني عجبته مادي، بس وهم بيتكلموا اكتشف ان مادي دي صحفيه فسابها ومشي. الصحفيه دي كانت عارفه ان داني ده مهرب الماس، فلحقته وحاولت تعرف منه معلومات عن تهريب الالماس. سالته عن راجل اسمه رولكس، بس داني ما قالهاش اي حاجه عنه. رولكس ده كان اكبر تاجر الماس في امريكا. في الناحيه التانيه سليمان راح معسكر للاجئين وبدا يدور على عيلته، بس ما لقاش اي حد منهم هناك. شاف القايمه اللي كانت محطوطه بره، بس برضه ما لقاش عيلته فيها. الحقيقه ان عيله سليمان كانت مستخبيه في منطقه جبليه علشان تهرب من الارهابيين، بس في اللحظه دي المجموعه الارهابيه وصلت هناك ومسكوا ناس كتير وخدوهم معاهم، وكان من ضمنهم ابن سليمان. المجموعه الارهابيه دي خدت الاطفال دول القاعده بتاعتهم وعملوا لهم غسيل مخ وادوهم بنادق وعلموهم ازاي يقتلوا الناس، وكمان ادوهم حقن مخدره علشان يعملوا بيها شغل وحش. دلوقتي بنشوف داني وجي واحد اداله ورقه فيها رساله بتقول ان القائد عايزه. داني راح للقائد. داني كان مع القائد ده من وهو عنده 19 سنه وخدم سنين كتير في الجيش الخاص بتاعه، بس دلوقتي ساب وظيفه الجيش الخاص. القائد ده انسان قاسي جدا وممكن يستخدم اي حد علشان مصلحته. القائد نادى داني علشان هو كمان عارف حكايه الالماسه الكبيره. القائد بيقول لداني ان المره اللي فاتت انا خسرت الماس كتير بسببك، عشان كده لازم تجيب لي قطعه الالماس الضخمه دي. الالماس اللي داني اتمسك بيه كان فيه حصه للقائد، عشان كده القائد بيقول لداني انت مديون ليا، الناس دي كلها متصله ببعض. داني شغال للقائد، والقائد بيدي اسلحه لداني، وداني بيدي الاسلحه دي للارهابيين. داني بياخد الماس من الارهابيين والالماس ده بيديه للقائد، والقائد بيوصل الالماس ده لاكبر تاجر الماس في امريكا رولكس. هي دي طريقه البيزنس الغير شرعيه بتاعتهم، واللي بيموت فيها ناس ابرياء كتير. في المشهد اللي بعده بنشوف داني وسليمان. داني بيقول لسليمان انا كمان نص الالماسه الكبيره اللي معاك دي ملكي عشان انا اللي طلعتك من السجن، بس سليمان طنشه وقال انا ما معيش اي الماس. داني قال له لو عايز ترجع تشوف عيلتك تاني انا الوحيد اللي اقدر اساعدك في العالم ده، بس لازم تعمل لي خدمه، تقول لي على مكان الالماسه اللي معاك، وفي المقابل هرجع لك عيلتك واديك فلوس كتير. سليمان بدا يفكر اقول له على الالماسه دي ولا لا. فجاه الارهابيين هجموا عليهم وبداوا يضربوا نار، وده خلى ناس كتير تموت. داني اللي كان جندي قديم قدر ينقذ سليمان ويهرب بيه بعيد عن معسكر اللاجئين. دلوقتي الصحفيه كمان وصلت للمكان. داني قال للصحفيه انا مستعد اساعدك واديكي كل المعلومات اللي محتاجاها، بس في المقابل لازم تساعدينا نلاقي عيله سليمان عشان انت صحفيه ومعاكي كل البيانات. الصحفيه وافقت وخدت داني وسليمان بالهليكوبتر لمعسكر اللاجئين تاني. لما سليمان قرب من المعسكر شاف عيلته، ويا فرحه قلبه ومراته كمان فرحت قوي، بس سليمان ما لقاش ابنه الكبير معاهم، فسال مراته ابن الكبير فين. مراته قعدت تعيط وقالت له الارهابيين خدوه معاهم. سليمان حزن قوي وغضب وبدا يزعق. الامن بتاع المعسكر طرده وقال له اسمك مش في قائمه اللاجئين. الثلاثه رجعوا الهليكوبتر ومشوا. سليمان ما لقاش اي طريقه تانية علشان ينقذ عيلته، عشان كده قال لداني انا هقول لك على مكان الالماسه، بس بالفلوس اللي هنجيبها هتساعدنا نحرر ابني من الارهابيين. داني وافق. بداوا يجهزوا علشان يروحوا، بس المشوار ما كانش سهل علشان الارهابيين دول خطر جدا. داني قال الراجل اللي شغال عنده ده قائد وعنده جيش كامل يقدر يحارب الارهابيين دول، عشان كده لازم نروح له الاول. الثلاثه حسوا ان كلام داني صح وطلعوا في عربيه لحد المكان. بعد ما مشوا شويه بالعربيه بداوا يمشوا في الغابه. الغابه كانت كثيفه جدا، وبعد ساعات من المشي ضاعوا، ما عرفوش يروحوا فين. فجاه ظهر قدامهم قبائل من سكان الغابه وحوطوهم، بس الصحفيه بدات تتكلم معاهم بنفس لغتهم وطمنتهم انهم مش هيعملوا لهم اي ضرر، وقالت لهم ما تخافوش مننا، فبقوا صحاب. القبائل دي خدتهم على مكان يقعدوا فيه ويرتاحوا شويه. داني شاف ان الصحفيه متضايقه قوي فسالها عن سبب قلقها. الصحفيه قالت انها كان ممكن تعيش حياه هاديه ومريحه، بس انا ما اخترتش الطريق ده. انا عندي شغف ان انقذ العالم، انا عايز اوقف الظلم والفساد في اي حته في الدنيا. انا تعبت من كتابه القصص الحزينه دي لانها ما بتاثرش في الناس قوي. كملت وقالت انا عايز اقول للاغنياء دول ان المجوهرات والالماس الغاليه اللي بيلبسوها ثمنها ايد انسان او حياه انسان، ولو عرفوا الحقيقه دي هيبطلوا يلبسوا المجوهرات دي، بس انا
انا محتاجه ادله عشان اطلع الحقيقه دي، وانت ممكن تديني الادله دي. داني اتاثر جدا بالكلام ده وقال لها هديكي كل الادله. داني بدا يدي الصحفيه الالماس المهرب بطريقه غير قانونيه، قال لها على كل الفلوس الوسخه بتاعته وبتاعه القائد وبتاعه اكبر تاجر الماس في امريكا رولكس. قال لها كمان ان رولكس هو اللي ورا تهريب الالماس وقتل الابرياء. الصحفيه طلبت منه دليل على كل الكلام ده. داني قال لها هديكي كل الادله بس لما اخد قطعه الالماس الكبيره دي. فالصحفيه سالته هو انت هتسرق الالماسه دي من سليمان؟ داني ابتسم وقال الالماسه دي هي تذكرتي علشان اسيب جنوب افريقيا، وعشان كده لازم اخدها باي ثمن. الصبح بدري وصلوا لمعسكر، وكان ده معسكر القائد اللي داني شغال معاه. داني قابل القائد قال له انضم للجيش بتاعنا، احنا هنخلص على الارهابيين دول قريب. بس داني فهم القائد وقال له مش بالسرعه دي، كده هيعرفوا ويهربوا. انا وسليمان هنروح المكان الاول ونفهم الوضع كله، وبعدين هتواصل معاك عشان انت تهاجم بفريقك. القائد وافق على الكلام ده. داني راح للصحفيه وقال لها انا وسليمان ماشيين من هنا. الصحفيه اتاثرت جدا لان داني وهي بقوا بيحبوا بعض. داني ادى الصحفيه مفكره فيها كل تفاصيل رولكس وبزنس الالماس الخام بتاعه. داني وهو ماشي قال للصحفيه اول ما الاقي فرصه هكلمك. بعد كده داني وسليمان بداوا يمشوا في اتجاه المكان اللي سليمان دفن فيه الالماسه. مشوا ساعات في الغابه لحد ما الدنيا ليلت، وهم ماشيين بالليل فجاه ظهرت عربيه الارهابيين وكان فيها اطفال ماسكين سلاح. سليمان شاف ابنه وسط الاطفال دول، ما قدرش يمسك نفسه وقام ينادي على ابنه. بس قبل ما الابن يشوف ابوه الاولاد التانيين شافوا سليمان وبداوا يضربوا نار عليهم. الاتنين حاولوا يهربوا واستخبوا ورا الشجر عشان كان وقت ليل والدنيا ضلمه في الغابه. الارهابيين ما عرفوش يلاقوهم ومشيوا. لما الدنيا نورت الصبح داني وبخ سليمان وقال له كنا ممكن نموت كلنا بسببك انك ناديت عليه. سليمان رد عليه وقال له انا ما قدرتش اتحكم في نفسي لما شفت ابني. داني قال له تمام بس ما تكررش الغلطه دي تاني. كملوا طريقهم للمكان اللي فيه الالماسه، بس بعد ما مشوا شويه سليمان غير الطريق. داني وقفه متعصب وقال له الالماسه من الناحيه دي. سليمان رد انا عايز ادور على ابني وهو موجود هناك. الخناقه بينهم زادت لدرجه انهم كانوا هيضربوا بعض، بس داني صوب المسدس على راس سليمان قال له انا ميت كده كده، لو عايز تقتلني اقتلني، انا لازم الاقي ابني باي طريقه. داني حس ان سليمان على حق واتصالحوا وكملوا طريقهم. مشوا لحد ما قربوا قوي من المكان اللي سليمان خبى فيه الالماسه. بدا يبصوا بالمنظار على العمال اللي شغالين وعلى الارهابيين اللي واقفين بالسلاح. حسوا انه الهجوم في التوقيت ده مش مناسب. اول ما الدنيا ليلت سليمان دخل على قاعده الارهابيين علشان يدور على ابنه. سليمان شاف ابنه وهو بيلعب كوتشينه، راح له وحاول يكلمه بس ابنه رفض يعرفه. زق ابوه قال لاصحابه ده عدو. الاولاد كلهم وجهوا السلاح ناحيه سليمان ومسكوه اسير وخدوه للقائد. القائد ده ما كانش غير الراجل اللي اتصاب بسبب سليمان. داني كان شايف كل ده من بعيد وفهم ان دي فرصه علشان يخلص عليهم. داني اتصل بالقائد بتاعه وقال له اهجم على المكان ده بسرعه. قائد الارهابيين لما شاف سليمان قال له كنت عارف انك هتيجي تدور على الالماسه، ودلوقتي ما دام جيت هتجيب لي الالماسه دي. بس سليمان رفض، وقائد الارهابيين اتعصب ومسك ابن سليمان وقال له لو ما قلتليش على مكان الالماسه هقتل ابنك دلوقتي. يا دوب سليمان كان هيقول لهم على مكان الالماسه علشان ينقذ ابنه، فجاه جنود قائد الجيش وصلوا، وجنود القائد دول ضربوا نار عشوائي على كل اللي تحت بالهليكوبتر. ابن سليمان خاف جدا وكان هيتضرب بالرصاص، بس داني ظهر وانقذه. سليمان في الناحيه الثانيه قتل قائد الارهابيين. جنود القائد سيطروا على المنطقه كلها. بعدها القائد راح لداني وقال له فين الالماسه؟ داني قال له هقول لك بس نصها بتاعي. القائد وافق على طول، وداني قلق جدا وقال ازاي القائد وافق بالسهوله دي، خاصه انه انسان قاسي وممكن يقتل اي حد علشان الفلوس. داني فهم ان القائد هيقتلهم هما الاثنين بعد ما ياخد الالماسه. داني راح لسليمان وهمس في ودنه وقال له لما تطلع الالماسه اشغل القائد وانا هستغل الفرصه واضربه بالنار. وقال له لو احنا ما عملناش كده القائد هيقتلنا احنا الاثنين اول ما يلاقي الالماسه. سليمان وافق. كلهم راحوا للمكان اللي سليمان خبى فيه الالماسه. سليمان بدا يحفر في الارض علشان يطلع الالماسه اللي خباها، ويا دوب هيطلع الالماسه داني هجم على رجاله القائد، خطف منهم الاسلحه وقتلهم. داني ضرب القائد بالنار بس داني اتصاب برصاصه. سليمان طلع الالماسه واداها لداني، وهم لسه هيطلعوا يهربوا ابن سليمان ظهر وصوب بالمسدس على داني لانه كان معمول له غسيل مخ كامل. سليمان نادى عليه انت ابني، بس الولد رفض انه يعرف ابوه. سليمان فكره بالبيت وامه واخواته. الولد بدا يعيط وحضن ابوه. بعدها جنود الجيش جم تاني والكل بدا يهرب. وهم ماشيين داني اتصل بصاحبه وطلب منه هليكوبتر. الهليكوبتر وصلت بعد شويه بس ما قدرتش تنزل في الارض دي، وهتنزل فوق على قمه الجبل. داني ما قدرش يكمل مشي لانه اتصاب. سليمان شاله على كتفه بس داني كان بينزف دم كتير وقال لسليمان مش هقدر اكمل، لازم تكمل لوحدك. وطلع قطعه الالماس من جيبه واداها لسليمان. سليمان قال له انا كنت فاكرك انك هتسرقها مني. داني ضحك وقال انا كمان فكرت في كده، بس دلوقتي حاسس ان انت اكتر واحد تستاهل الالماسه دي مستقبل ابنك، انت قلت لي انت عايز تخليه دكتور. سليمان اتاثر جدا. داني ما ادالوش الالماسه، بس داني اداله رقم الصحفيه، كمان اداله مسدس وقال له الهليكوبتر هتيجي
هتيجي تاخدك بعد شويه، بس اياك تثق في اي حد، لو حسيت باي حاجه غريبه اضربه بالنار على طول. سليمان وابنه بداوا يطلعوا ناحيه الهليكوبتر، بس جنود القائد وصلوا من تحت. داني ضحى بنفسه علشان يحميهم وقتل رجاله القائد. بعدها داني اتصل بالصحفيه اللي كان بيحبها. الصحفيه فرحت لما سمعت صوته. داني قال للصحفيه عايزك تعملي لي خدمه، انا بعتلك سليمان وابنه لازم تنقذيهم. الصحفيه سالته هو انت مصاب؟ داني قال انا مصاب بس انا قاعد في مكان جميل قوي، انا سعيد اني قابلتك. وبعدها قفل التليفون ومات في نفس المكان. بعد شويه الهليكوبتر وصلت وخدت سليمان وابنه ومشيوا. المشهد الاخير بيورينا ان سليمان وصل لندن وقابل الصحفيه. الصحفيه فهمته انه لازم يسلم الالماسه دي لاكبر تاجر الماس في امريكا، رولكس. الصحفيه قالت ان رولكس هو اللي بيحرك اللعبه دي كلها، وهو المسؤول عن قتل الابرياء، وهو سبب اللي حصل لداني ولسليمان. سليمان سمع كلام الصحفيه وراح لرولكس. سليمان عمل صفقه معاه، قال لرولكس ترجع لي عيلتي واديك الالماسه دي. رولكس وافق ورجع لسليمان عيلته واداله كمان شنطه مليانه فلوس. الصحفيه كانت بتصور كل ده بالكاميرا في السر، هي كان معاها ادله تانية ضد رولكس اللي داني اداها لها. بعد كده الصحفيه نشرت كل تفاصيل اعمال رولكس غير الشرعيه في الالماس الخام، معتمده على الادله في المجله بتاعتها. لما الحكومه عرفت بالبيزنس الوسخ بتاع رولكس قبضوا عليه. الصحفيه كمان نشرت قصه سليمان كلها للعالم. وفي نهايه الحكايه بنشوف سليمان في مؤتمر، في سياسيين كبار كلهم رحبوا بيه وسقفوا له، وسليمان واقف وسطهم باصص على صوره داني في المجله. وبكده بتنتهي القصه، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمه جدا بالنسبه لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثره زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان القصه اللي بعد كده توصل على شاشه موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.